الثالثة نهاية المقابلة. إذا غننتظروا النتيجة النهائية. تنذكر بأن الجولة الأولى كازوتو من ناميبيا فاز ب5-2. تمكن الحسن القطمي من التألق في الجولة الثانية ب7-5. النتيجة النهائية أكيد أتعرف هل تكون مفاجأة؟ هل الناميبي أم التونسي؟ أنا تنقول الناميبي. الناميبي هو اللي فاز. الناميبي هو اللي فاز بالمقابلة. The winner is Blue Corner Lesotho ناميبيا. بالفعل فرحة لا توصف، ورئيس الجامعة الناميبية مسرعا في اتجاه الملاكم ديالو. فرحة لا توصف. كازوتو إلى دورة لندن الأولمبية. نعم، وامتعاض من طرف الطاقم التقني التونسي على هذه النتيجة. فرحة من طرف رئيس الجامعة الناميبية. ريد كورنر رحو عبد الملك فروم الجيريا. بلو كورنر ريشارد ليرو فروم غانا. اللقاء الثاني غادي يجمع رحو عبد الملك احسن ملاكم في هذا الوزن 75 والمرشح بالفوز بالميداليه الذهبيه. لكن ننتظر كيفاش غادي يكون النزال ديالو امام ممثل غانا ريشارد ليرون. الملاكمة الغانية فهي لا يستهان بها. النزال الأخير في هذا اليوم هو في وزن 85 كيلو. كنشوف رئيس الجامعة الناميبية الركن الأحمر رحو عبد الملك ملاكم واحد دورة لندن. الركن الأزرق فرحة اللي قام بها رئيس الجامعة الناميبية فرحة لا توصف. عندهم غير واحد وصل لندن. لأن بحكم الإمكانيات، بحكم كذلك المستوى اللي شافوه في هذه الدورة، فهو مستوى كبير باش تأهل ما بين هذا الملاكمين. راه ماشي من السهل، والحضور الألعاب الأولمبية كذلك فهو عنده طعم خاص. إذن النزال الأخير في هذه الأمسية على الصورة ريشارد ليرون من غانا في الركن الأزرق في مواجهة لأحسن ملاكم على الصعيد العربي والإفريقي عبد الملك رحو. هنا غادي نشاهدوا طريقة باش يلعب بها رحو. بالفعل بحكم التجربة ديالو. راوند 1 الجولة الأولى. حتى الملاكم الغاني كبان لي ملاكم لا يستهان به. ربما غادي نشاهدوا مقابلة تقنية ممتازة، وغادي نشوفوا مستوى تقني جيد في هذه المقابلة. لاحظ كيفاش كيتحرك بالرجل ديالو. ممتاز الملاكم الغاني. لاحظ ترقب، ما كيحاولش يتسرع، كيترقب الملاكم الجزائري حتى كيحاول المجيء. ربما الملاكم الجزائري باقي ما دخلش في النزال، دائما يحاول التريث باش يسجل بعض النقاط بالرد السريع، لكن ما مخليش ليه هذه الفرصه. الملاكم الغاني ممتاز. الملاكم الغاني هنا بلونشينيمون جيد. لاحظ كيحاول يموه الملاكم التونسي الملاكم الجزائري، وكيحاول يخرج بليجيتوم ديالو. هذه اللي خالقه لحد الان متاعب الملاكم الجزائري. الملاكم الجزائري كيتسنى حتى يوقف الملاكم الغاني عاد يجاوب. لكن ربما الخطا اللي مرتكبه الى حد الان الملاكم الغاني هو انه كيلاكم وكيحمي الراس ديالو. هذا هو اللي ماشي في الصالح ديالو، وإلا تنبه لمره اخرى فربما انذار قد كيلعب شويه معنويا على الملاكم الغاني. لاحظ كيلاكم وكيحضر الراس.
هناك تكافؤ في هذه الجوله. بالفعل ربما هذه المقابله غتعرف ما غتشوف من منتصف هذه المقابله ربما حتى الجوله الثالثه. اللهم استنينا بعض التغييرات في الجوله الثانيه. لاحظ ثقه كبيره للملاكم الغاني، ودائما ما كيطريش وكيلعب بالعينين ديالو وما كيتيقش في الملاكم الجزائري، رغم انه كيحاول يهاجم دائما مع الاحتياط وحذر. دائما كيحاول. ممتاز الملاكم الغاني، ولكن رجوع سريع للملاكم الجزائري. نعم دائما كيحاول الملاكم الغاني يناور باليد اليسرى. نعم نقطة أخرى لرحو. ممتاز. هذه المقابلة هذه الجولة ربما إذا كان شي فوز ربما غادي يكون بواحد النقاط اللي. إذا نهاية الجولة الأولى بتقدم رحو بالملك ب4 نقاط مقابل نقطتين. بالفعل الطريقة باش جرى بها الجولة الأولى طريقة هادئة تتبين بأن كاين واحد التوازن، واحد الإكيليبر بين الملاكمين. واثق من الإمكانيات ديالو على أنه ما الإنسان اللي كيوصل لهذا المستوى فكما لاحظتي. نعم وحتى المدرب ديالو حاس ومرتاح بأن الملاكم رحو عبد الملك غادي يفوز في هذه المقابلة، لأنه شافو غادي في الطريق الصحيح وكيعرف المستوى ديالو. نعم المستوى ديالو. إذا بطل إفريقيا هذه السنة مخليه مرتاح على الطريقة اللي قايم بها، وربما على أنه هذه الطريقة تيجاوبوا بها في التدريب. إذا لا داعي للتكلم. الملاكم الجولة الثانية مستوعب الطريقة، إذا ما غاديش يحاول يكررها. الملاكم الغاني خصو يحاول يدخل في النزال إلا بغى يرجع في المقابلة. ممتاز رحو. لاحظت كيفاش عمل اونشينمون وكروشي باليد اليمنى. الثقة، لاحظ الثقة. لكن ممتاز الملاكم الغاني. غيشاغ ليغون من هنا إذا حاول يضرب ويزيد بالرجل ديالو الآن بدا ربما بدا يستوعب الطريقة. لاحظ ما كانش كيزيد بالرجل ديالو. نعم واحد الاعضاء من الوفد الغاني في تعليمات من المنصه الشرفيه تيقول لي 1 2 يعني يمنى يسرى ويزيد بالرجل ديالو. نعم لانه ثقيل في التحرك الملاكم الجزائري. الى كما صراح وبدينا في الجوله الاولى، فإلا زاد بالرجل ديالو يكون احسن الملاكم الغاني، انه ما كيردش باللكم سريع الملاكم الجزائري. ممتاز الملاكم الجزائري هنا في هذا. نعم الطريقه باش يدافع بها تتحس بانه نزل يديه ولكن بسرعه تيحافظ على الوجه ديالو. هنا كيغطي الوجه ديال الراس ديالو جيد، ولكن باللي كيجاوب بسرعه. لاحظ الدفاع ثم الهجوم. هنا الحكم ما كينبه الملاكم الجزائري باش ما يضربش تحت الحزام. ربما الملاكم الجزائري كيسير النزال جولة بجولة. نعم دائما مع تغطية جيدة.
في هذا الوزن ديال 75 الحديوي غادي يواجه في دور النصف يوم الجمعه القادم ان شاء الله اكانجي من نيجيريا اللي عنده قامه طويله واللي تكلمنا على المواصفات ديالو. كازوتو من ناميبيا اللي انتصر منذ قليل على شاني من تونس. على الاقل يمكن نشوفوا في النهايه نهايه مغربيه جزائريه ربما بحكم تقارب المستوى الكبير ديال شمال افريقيا، فان شاء الله كنتمنى باش هذا الوزن يكون الحديوي في المقابله النهائيه. نعم، مع رحو احسن ملاكم في القاره الافريقيه، بطل افريقيا. اذا رحو ينهي الجوله الثانيه ب5 مقابل 4 وتتقدم في مجموعه ديال النقاط ديالو 9 ديال النقاط مقابل 6. ربما مساير تقنيا المقابله واثق من القدرات ديالو، تجربه لها بالفعل مكانه في هذه البطوله الافريقيه. الجوله الثالثه والاخيره. حتى المستوى اللي ظهر به المنتخبات في هذه التظاهره فهو مستوى قوي، وخصوصا المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. منتخبات شمال افريقيا فكانوا مستعدين بما فيه الكفايه، وكذلك كنوهوا بالمجهودات الملاكمين المغاربه اللي الحمد لله وصلوا الى 6 ملاكمين في انتظار العرجاوي. ان شاء الله هادو من هذا المنبر فكنوهوا بالمجهودات اللي قاموا بها الاطر التقنيه، على راسهم كل منا فضلي والحنفي ثم عاشق، وكذلك الأسرة الملاكمة وعلى رأسها رئيس الجامعة الملكية، وكذلك كل المسؤولين، وكذلك نوهوا بالمدربين كل المدربين المغاربة من أجل الرفع من هذا المستوى. راهم اللي خدامين إذا تنويه خاص بالمدربين المغاربة في كل المدن الوطنية. فهذا إلا مفخرة للبلد ديالنا، ونزيدوا في العمل ديالنا إلى الأمام إن شاء الله. نعم، لأن الوقت الآن الفاصل بيننا وبين الألعاب الأولمبية، خص الإنسان يحضر لهذه المنافسة، لأن المنافسة تجمع الأحسن والأجود على الصعيد العالمي. بالفعل، لأن الألعاب الأولمبية ماشي هي البطولة الإفريقية أو بطولة. إذا غادي خصنا نمشيو إن شاء الله بواحد التركيز، نصحوا بعض الأخطاء ديالنا، وإن شاء الله ناخذوا تدريب بجدية، وإن شاء الله واثق على أن الجامعة سوف ترسم خريطة جيد لهذا الملاكمين. لأن في الحقيقة رئيس أتمنى إن شاء الله أنه دائما جنبا إلى جنب رغم انشغاله الكثير، فهو دائما كيبقى. إذن دائما نتابع الدقائق الأخيرة من عمر آخر نزال في وزن 75 كيلوغرام. ما كنقولوا دائما رئيس دائما في السراء والضراء مع كل جل الملاكمين، فتنتمنى كذلك حتى هما يهديوا له بعد الميداليه. نعم، تتمنى الملاكمين يهدوا الشعب المغربي والأول والرياضي الأول سيدنا الله يسلمه. إذا أذكر على مقربة 28 ثانية من نهاية هذا النزال بتأهل 6 ملاكمين مغاربة إلى دورة لندن الأولمبية. هاد الملاكمين 6 هما اللي غادي يلعبوا نصف النهاية يوم الجمعة القادم. في وزن 46 كيلوغرام درعا عبد العالي، في وزن 81 كيلوغرام أحمد برقي، في وزن 56 البيضة، في وزن 69 المهدي خالصي، في وزن 64 عتقاني، في وزن 75 الحديوي، وننتظر وزن 91 العرجاوي اللي غادي يلعب نصف النهاية. إلى ربح في نصف النهاية غادي يتأهل هو الآخر إن شاء الله إلى دورة لندن الأولمبية. إذا نهاية المقابلة بفوز عبد الملك رحو بطل إفريقيا هذه السنة وأحد أحسن الملاكمين في وزن 75 كيلوغرام.
إذا نصف النهائي الأولى غتجمع الحديوي بأكانجي من نيجيريا، عفوا. النصف النهائي الثانية غتجمع الجزائري رحوة عبد المالك بكازوتو من ناميبيا يوم الجمعة القادم. ننتظر النتيجة النهائية. إذا رحوة عبد المالك 16 مقابل 9 في الجولة الثالثة، حقق 7 نقاط والغاني 3 نقاط. شكرا لهشام نفيل، كل الشكر للمتابعين هذه المحطة من الدار البيضاء مؤهلة إلى دورة أولمبياد لندن. ألقاكم يوم الجمعة القادم، مع الشكر.